الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أمة الإسلام جعله الله خاتم النبيين فلا نبي بعده، وهذا ما أجمع عليه المسلمون لقوله عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثل الأنبياء من قبل كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة، هلا وضعت هذه اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم الأنبياء. لذلك يجب لكل مسلم ومسلمة فهم شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، من خلال حياته وظروفه التي مر فيها ليجد بين يديه صورة المثل الأعلى في كل شأن من شؤونه صلى الله عليه وسلم، وحتى تكون لديه أكبر قدر من العلم والمعارف عن الإسلام في مجالاته العقدية والتعبدية والأخلاقية. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحاء التي بعثت بها الأنبياء من قبله، وعلى رأسهم نبينا وأبونا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، كما قال الله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. وقال تعالى: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. كان إبراهيم عليه السلام على هذه الملة يدعو إليها في حياته، ووصى بها بنيه بعد وفاته، وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جاء الرسول عليه السلام الأنبياء نبي تلو الآخر، كل يدعو إلى هذه الملة، ملة التوحيد. مرت الدهور وبدأ دين إبراهيم وتعاليم إبراهيم يتلاشى، والناس حتى أهل الذين هم في أهل مكة حيث بيت الله الحرام ومركز الدين حام، وتم الشرك إلى هذه الملة، وأدخل التجار والسياح أدوات الشرك إلى بلاد الحرم وإلى الكعبة بيت الله الحرام. وهذا عمرو بن حي الخزاعي قد أتى بأصنام من جدة وزعها على أهل مكة، فغير بذلك دين إبراهيم عليه السلام. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم الخزاعي: يا أكثم، رأيت عمرو بن حي يجر بصره في النار، إنه أول من غير دين إسماعيل ونصب الأوثان وبحر التحية وسيب السائبة، ومن أهم ما دفعهم إلى ذلك كله هو الجهل والأمية والتأثر بمن كان قولهم من الكفرة والمشركين. أيها الناس، حتى بعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليقيم الملة العوجاء وليفتح أعينا عمياء وآذانا صماء، ويقيم عدل التوحيد ويذهب الجهل عن القلوب، وقصد الشريعة وأقام الشريعة وأدى الأمانة ووفى بالعهد. نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ونزل عليه صلى الله عليه وسلم كرسول ونبي قول الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا
في وليجل أمم مسلمة كتب في كافر الجيجة لقوله صلى الله عليه وسلم والرسول ربي جلالي فكين كيا في فكين أنبياء نبلا تبتي أكلم تجمعنا إجاري تولجي بكيته وهي تبولوكي ولا تتكا حفتي ما بني تشي تولجي نمي مركلمان سنبلا كديمينا وسو من نكما كمبريا وسو بكيته تلجي فمتي بولوكي تكون كامتي بكتنا قولي مجيات شواتي سلاحنا بريد مد مجيئة بيجلال آني منساني أنما منسان بكسان شوفي أم بكا أنبياني جاتي إفتسان شوفي رسول الله عليه الصلاة ويقول حلا وضعتي هذه اللبنة وأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين رسول الله عليه الصلاة والسلام لبنة سمعنا وقبلوكيت سمعنا أنا أدتريك ولا أنبياء مراتي بكوني جانتي مبتزل نمشي في أنا رسول الله عليه الصلاة دين ربي قلنا الدنيا كذلك رسول محمد بولا الكفر نمشي سعيد سنة وكل الدين لذلك يجب لكل مسلم كان أفضل على كل قارئ فقماني نبي محمد يجب سنة إسابيكم وملك عليه الصلاة والسلام إسابيك وجدين جنون سامالك كيسد حال سامالك كيسد مالك ساك رسول الله بيتر عليه الصلاة والسلام أكرم وطني أفضلتي حال قبطي الرجيم كيسا جلالة تيمون كان أكأربو شعني ساكنتي كيسد سواء شعني عقيدة تهيتي سواء شعني قتل عبادة تهيتي سواء شعني أخلاق تهيتي أكثر رسول الرجيم من المرد أرقي خلاصة الأكاديمي محمد أمة المسلمة مرتبين قبيلة ربنا ونبي محمد يدبر هذا ولا شك عباد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبي كل قصة شكير الكم نبي محمد عليه الصلاة والسلام دين بريدة بلعة تهيد القبيلة دين أنبياء مرتب القبيل دين حنيفية دين ملة إبراهيم عليه السلام وعلى رأسه إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام كما قال تعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا قال تعالى قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين لكن نقدر إذا ملة إبراهيم تقدر كأن شرك ذكر مسلم أتقولي لربك سبحانه وتعالى على هذه الملة كان إبراهيم على هذه الملة يدعو إليها إبراهيم الملة كذلك إشتك دلو زمن في كيسر قام أقول تتلف المادسات كلام ووصى بها إبراهيم بني ويعقوب إبراهيم إليك آمين يا أمة جوتي ساتم يعقوب إليك جوتي ساتم آمين يا بني يا المانتيو إن الله اصطفى لكم الدين فابتدأت إلى سير ملتيجا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون حالة إلى فكرمت بدون شرك في يد إبراهيم جاء بعد نبي بعد بعده نبيون إذا نبيون نبي محمد صلى الله عليه وسلم من ثم الكفر كن كانت في الآن والجنود كل يدعو إلى هذه الملة مرتشات ملة توحيدات بني آدم والوالد كانت بني أكيد ملة التوحيد مرة الدهور كانت سليما زمن ليلتين وتبدأ دين إبراهيم وتعاليم إبراهيم يتلاشى دين إبراهيم ولد بركتني تكتر كان كنت ودان إذا تجي معروف بيان رسول الله وذكر سبحانه عارف إذا يكون كتير سين عارف حتى أهل مكة بكرانيسي بكتم ما سلامي كيرون بيجن فإذا هم كتري أكثر نتيجان فإذا الأمر المبعيد تقول أتشتري بنا بالجيام التوري حيث بيت الله الحرام مركز الدين وتب الشرك إلى أهل مكة ورب الله كان هكذا إذا الأمر شركي اتجاهاته سودة موكا تتهاته اتزين وأدخل التجار نمون نتجا فلقاديان نمون نتجا أمر الزيارات فلقاديان إذا أجر مكة شركي كما كمنا بهذا حرامات بلد مكة بدل الجهل أيها الناس وهذا عمرو بن لحي نملك وطننا مع عمرو بن لحي جرم فزاعي كتي أسلسا أصل نساء يمني كتي ولكن السلطان مكة كتي أتى بأصنام مكتب برموانا تتكل أجرا جدا هودي كجدا جن نسيت أول جن نسيت كلام أول ويا جد تجرا مكة تفيد أيها الناس وتجرا مكة تفيد ولا مكة تفيد كذا وطني أمور يروى يروى جنگا يروى مدام كذا
كلا كانت إلهي كيسة كلا كتا جليني أمة الدين الرفقات للفقه سيقنا وان كانت توامل كل دين بياته ما كيسة تحفل حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان رسول محمد عليه الصلاة والسلام نبي سكره جيسا كان والمفسيس رسول محمد عليه الصلاة والسلام إني رأيت أن أرجع جلال الأمر بن الحي لما الأمغان كمجمع عيسى تبت جهنم كيس حركش أرجع رسول الله عليه الصلاة والسلام أيها الناس دينا الدين وانبدا دينا كتلك الرسم وانبدا دينا وانبسرنا تهدي سيسرك الدينا ما تجون وانبدا نما دينا تجين رب سيدنا كلام الأخ الكريم هذا الرجل فعل فاعل وكنت تدري نملك التبع وصار لما كانت تجريشا نملك التبع ولك التبع ولا تجا كبر ما تجري كاهيشا نملك التبع أمودنا واحد تجي ولك التبع سماه الجنة الجهل بكتاب الله كتاب ربي ركابك التبع كتابا من الله أنبياء رسول فساد وجعله إذا كتبت في نقود كتبت أنا تسانجز أو قبل ما إنجلنا التأثر نموت إسحاق الجنجان كمكان أمجان كقدري وإسحاق دلنا شركة الجر إسحاق وان دلنا سنة تأثر إسي قلبنا ماشير إسي فقط دينا مركز بالسيتي إسي درب المهاتيش أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين